لو انت من الناس اللي عندك لوكال بيزنس جوه امريكا، بره امريكا، دبي، الامارات، مصر، السعوديه، اي حته في اوروبا، اي حته في العالم، لو انت عندك بيزنس معتمد على الناس ان هي تجيلك، انا عايزك تحمد ربنا ان انت شفت الفيديو ده، عشان فعلا الفيديو ده هيديك معلومات انت مستحيل كنت تعرفها، او ممكن ناس قليله جدا عندهم بيزنس يعرفوها. ده بارت 2 اللي عنده لوكال بيزنس جوه امريكا او خارج امريكا في اي حته، تيبس اند تريكس، حاجات كده بتخليك تطلع في السيرش انجن، حاجات كده في فرق لا تعمل سيرش من اندرويد وايفون. تخيل ان انت ممكن تخسر ناس كتير جدا وكاستمر كتير جدا وانت مش عارف ايه المشكله. انت فاكر الموضوع ريفيو على جوجل؟ خالص يا ريس، الموضوع ان اللي جالك مع اندرويد واللي مش بيجيلك مع ابل. تخيل تبقى محظوظ لو واحد بيستعمل جوجل على ابل، عشان كله بيستعمل سفاري. هنا بقى الكيكر، حضرتك زي ما انت عندك جوجل بيزنس بروفايل اللي هو ينتمي لاندرويد، لازم يبقى عند حضرتك ابل بيزنس بروفايل اللي هو اسمه ايه؟ ابل بيزنس كونكت. انت مش هتلاقي اصلا المطعم بتاعك على الجي بي اس بتاع ابل. 4 حاجات لازم تروح تعملهم بعد الفيديو ده. اول حاجه، تعمل بيج على الفيسبوك وتاخد فيها ريفيو، عشان الريفيو ده هو ده اللي بيطلع في ابل بيزنس كونكت بروفايل، يعني بيطلع في السيرش بتاع سفاري، يعني بيطلع في السيرش بتاع مايكروسوفت ايدج. هو مش كل الناس يا ريس بتستخدم جوجل كروم، ومش كل الناس معاها اندرويد. تاني حاجه، تفتح صفحه على يوتيوب. تالت حاجه، تروح تفتح حاجه اسمها بينج بيزنس، دي اللي هي بتاعت مايكروسوفت. رابع حاجه والاخيره، ان انت هتروح تفتح ابل بيزنس كونكت، تفتح بروفايل هناك، تحط الكاتيجوريز بتاعتك، تحط صور، تعمل اللوجو بتاعك، تحط كل حاجه هناك زيه زي بالظبط جوجل بيزنس بروفايل. لايك، سيف، فولو لو الفيديو عجبك، واشوفكم في فيديو تاني.